ما كان هذا الشعر أو مدحي حديثا يفترى. لك يا محمد مهجتي والحب لن يتغيرا. لك يا محمد مهجتي والحب لن يتغيرا. هذا الشعور بخافقي ما كان سرا مضمرا. هذا الشعور بخافقي ما كان سرا مضمرا. أحييت في أرواحنا نورا وسل عنه حرا. قل عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. القطاه نوع من الطير، إذا أرادت أن تبيض لا تبيض في عش على شجر، تحفر في الأرض وتضع بيضها وتدفنه، فإذا فقس خرج بإذن الله وطار. ولو كمفحص قطاه، تفحص في الأرض يعني تحفر. وهذا بيان أن من أراد أن يبني مسجدا حتى لو لم يكن مسجدا عظيما، لو بنى أي مسجد تقام فيه الصلاة ويذكر الله تعالى فيه فإن له مثل أجره. So the first thing mentioned in the hadith of Abu Hurairah radiallahu anhu, he says quite clearly, Sadaqatun Jariyah, which means a charity. Not any old ordinary charity, but that which is Jariyah. What is the meaning of Jariyah? That which is flowing or continuing. It flows. I'm gone, but what I did, the benefit of it continues. أي عمل صالح تجاه أي مخلوق كائنا من كان هو قرض لله حسن. وهناك آية قرآنية الذي يقرأها من المؤمنين يقشعر جلده: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Now, wouldn't it be beneficial for us to prepare for that day by doing something such that when we get to the afterlife, we have got an investment that's there for us? Allahu Akbar. Today, people are so worried about setting up their children and their children's future that they forget to set up their own future. This is something that we need to think about. I'm setting up my children. I bought a house for each one of my children. I'm so concerned about my child and my daughter and my son, and I've set them all up and they all have their businesses. But what did you do? Oh, well, I'm so happy I set them. Did you set yourself? Question. Let's think about it. How do you set yourself? By engaging in sadaqatun jariyah. You either do something with the wealth Allah's blessed you with, the time, the knowledge that Allah's blessed you with. وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. اللهم تقبل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. آمين. اللهم تقبل من صحبة الخير يا رب العالمين. آمين. اللهم اصلح حالهم. آمين. اللهم اجمعهم جميعا على حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. واسقهم جميعا شربة هنيئة من يده الشريفة لا يظمؤون بعدها أبدا. آمين. اللهم اجعل هذا المسجد الثالث خالصا لوجهك الكريم. آمين. لا رياء فيه ولا سمعة. آمين. اللهم اجزيهم خير الجزاء. آمين. اللهم احفظهم بحفظك. آمين. اللهم ارعاهم برعايتك. آمين. اللهم اصلح حالهم. آمين. اللهم يسر امرهم. آمين. اللهم اشرح صدرهم. آمين. اللهم حصن فرجهم. آمين. اللهم وسع ارزاقهم. آمين. اللهم تقبل منهم هذا العمل خالصا لوجهك الكريم. آمين. اللهم اجزيهم خير الجزاء يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم احفظهم من كل شر وكل سوء. آمين.
اللهم احفظهم من شر أنفسهم واحفظهم من شر الأشرار ومن كيد الفجار واحفظهم يا رب من حسد الحاسدين ومن حقد الحاقدين واحفظهم من مكر الماكرين اللهم بارك فيهم أحياء وأمواتا يا رب العالمين اللهم بارك في أحيائهم واغفر وارحم لأمواتهم اللهم اسقهم جميعا شربة هنيئة من يد حبيبنا محمد اللهم أطعمهم جميعا من ثمار أهل الجنة اللهم تقبل منهم يا رب العالمين اللهم بارك في أرزاقهم وبارك في أولادهم وبارك في صحتهم اللهم عافهم واعف عنهم وعلى طاعتك أعنهم ومن شرور خلقك سلمهم وإلى غيرك لا تكلهم ومن رضاك يا رب لا تحرمهم اللهم بارك في صحبة الخير وتقبل منهم هذا المسجد الثالث يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب